انت متخيل ان في الجزائر بيقولوا ان زين الدين زيدان بعث من جديد في ابراهيم ماذا ده؟ طب انت متخيل تاني ان رئيس الاتحاد الالماني هاجم ابراهيم ماذا علشان قرر انه يمثل المنتخب الجزائري؟ انت متخيل بقى ان برشلونة بيقاتل في الشتاء اللي جاي ده علشان يتعاقد مع ابراهيم ماذا الموهبة الجزائرية الجامدة جدا؟ ده انا بالنسبة لي ابراهيم ماذا ده اهم موهبة موجودة في بطولة افريقيا في 2025. ابراهيم ماذا عنده 20 سنة من مواليد مدينة برلين من اب جزائري. ابراهيم ماذا بيلعب في باير ليفركوزن. عارف يعني ايه بقى باير ليفركوزن؟ يعني النادي ده يا جماعه بالنسبه لي انا في اخر سنتين ثلاثه هو منبع النجوم الاول في اوروبا. كلنا شفنا ابراهيم ماذا بتركيز قوي مع منتخب الجزائري في كاس الامم، وجدنا ان ده فعلا ستايل قريب قوي من زين الدين زيدان. هو لعيب في التحكم بالكوره تحت الضغط هايل جدا، لعيب بباص واحد ممكن يكسر خطوط الملعب كلها ويوديك انفراد، لعيب في الواحد على واحد فنان تحب تشوف الكوره في رجله. انت قدام خط وسط شامل في كل حاجه، بيعمل كل حاجه، بيعرف يسجل براسه، سجل هدف براسه، بيعرف يلعب جوه الصندوق، بيعرف يتحكم في الجيم. فابراهيم ماذا لا موهبه استثنائيه بالمره، بالاضافه ان عنده 20 سنه وبدنيا جامد، فدي حاجه جامده جدا ان يكون لاعب في نص الملعب مهاري وفنان وبالكوره شكله حلو وبدنيا قوي. دي نظريه صعب تلاقيها اصلا. فمبروك لكل اخواتنا الجزائريين، موهبه جامده جدا 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 زي ابراهيم ماذا ان هي قررت تمثلهم، واضافه قويه لنص الملعب، وده باين في كاس الامم، واتمنى ان انا اشوفه في برشلونه الحقيقه.